هو إيه اللي حصل فجأة في سوريا؟ اشمعنى لما وقفوا إطلاق النار في لبنان قامت جبهة سوريا؟ وبعدين يعني إيه فجأة الاستيلاء على حلب وبتاع جبهة النصرة والميليشيات اللي هما بيقول لك الميليشيات دي ميليشيات، ودول قوات بشار إيه وجابهم من بيت أبوه يعني؟ ما هو ده الجيش السوري. يعني انت ضد كل جيش، وبعدين هي دي يعني الميليشيات الإسلامية أو الإسلامجية، اللي هم مستولين على كل مقدرات سوريا، وبتحركهم أمريكا، وبتحركهم تركيا من ناحية تانية. واشمعنى دلوقتي قاموا يعني بدأوا يتحركوا تاني بعد ما كان يعني من 2016 ما فيش صوت ليهم، ولا والدنيا كانت هادية نوعا ما يعني. طبعا اللي بيقول لك احنا معارضة مسلحة. يعني ايه معارضة مسلحة؟ يعني في حاجة اسمها معارضة مسلحة؟ انت طالما حملت السلاح يبقى انت مجرم. حملت السلاح ضد جيشك، ضد المواطنين، يبقى انت مجرم. السلاح المفروض ما بيكونش غير في ايد الجيوش. ده اللي احنا نعرفه. وبعدين اللي قاعدين عندنا هنا في مصر، يعني اللي موجودين، اللي هم بيقول لك احنا ضد البشار، بشار ده مش رئيسنا. احنا مالنا؟ احنا رئيسك ولا مش رئيسك؟ خلي بالكم ان هم برضو هم اخوان برضو، ما هم اخوان سوريا اللي هم هنا برضو، اللي هم كانوا جايين لنا من ناحية ليبيا ايام لما اردوغان بعتهم، وكانوا قاعدين يقول لك هندخل نحرر مصر، وهنحرر مصر ومش هنخلي فيها حاجة ومش عارف ايه، وهنسوي وهنعمل، لحد ما الرئيس عمل لهم الخط الاحمر ووقفوا ما قدروش يفتحوا بقهم لما الرئيس عمل الخط الاحمر لاردوغان يعني. دلوقتي اردوغان بعد ما اتقابل مع بشار، ما هو كان في مقابلة قريبة مع بشار، رجع تاني غادر برضو بيه اهو، بيساعد اللي هم الميليشيات اللي بيقولك عشان نأمن حدود تركيا، وعشان الأكراد، وعشان مش عارف ايه. هو معروف ان هو ليه أطماع في حلب أصلا، في شمال حلب. وهو بيقول او بيعتقد ان هي تركيا يعني، او لازم يضمها لتركيا. طب يعني معناها ان هي مؤامرة، وان الدنيا بتتحرك يعني بإشارة بس من اللاعبين الكبار اللي هم بيلعبوا الناس دي، ويدفعوا لهم وبيحركوهم زي عرايس الماريونيت يعني. لكن طبعا الخوف، كل الخوف من اللي قاعدين هنا في مصر، الخلايا النايمة اللي قاعدة هنا في مصر، واحنا قاعدين نقول مش مهم، واتضموا على الإخوان بتوع مصر هنا اللي احنا قاعدين نطلعهم من قوائم الإرهابيين. يا حلاوة، يعني احنا في توقيت صعب جدا نطلع الخلايا الإرهابية من الإرهاب.